أحياناً بنشوف الحياة بتضيق علينا، لكن لو أحسننا الظن بالله هنشوف النور دايماً موجود حوالينا. كلمة طيبة، لمسة حنينة بتشيل هم كبير من على قلوبنا. ما بالكم بكلام ربنا اللي بيخلي قلبنا ينبض بالحب والحياة. تعالوا نسمع إيه اللي حصل لعم عبده. أنا ميرفت الداوودي، وده بودكاست قطوفها دانية. عم عبده راجل بسيط شغال في مصنع باليومية، وفي يوم المصنع اتقفل وفقد عم عبده وظيفته. الدنيا بدأت تخبط فيه يمين وشمال لحد ما الديون اتراكمت عليه، وحس إن كل الأبواب اتقفلت في وشه. وفي يوم سمع في الراديو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم عبده رفع إيده للسما وقال: يا رب، أنا عارف إنك هتفرجها. يا رب، ماليش حد غيرك، افرجها من عندك يا كريم. عدى اليوم، وتاني يوم الصبح صحي عم عبده على صوت التليفون: ألو، إزيك يا عبده؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله يا حسن، الولاد عاملين إيه؟ بخير يا راجل يا طيب، أنا فتحت فرع تاني للمحل بتاعي وما عنديش حد أأتمنه على مالي أحسن منك. وهنا بكى عم عبده وقال في نفسه: يا رب، ألف حمد وشكر ليك على نعمك وفضلك. وبعد كام شهر عم عبده اتبدلت حياته لحياة جديدة. ربنا كرمه وسدد ديونه، وقرر إنه يطلع يعمل عمرة. الفرج دايما موجود، بس إحنا لازم نحسن الظن بالله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. ابتسم للحياة، وثق إن ربنا بيدبر أمرك أحسن مما تتوقع. حسن ظنك بربنا هو اللي هيرسم حياتك حتى في أصعب الظروف. وأشوفكم بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة، وقطوفها دانية.